فلوج اليوم رح يكون عن انت كبيرسونال ترينر شغال في الامارات، وعلى طول عندك فترات اب اند داون. يعني عندك مرات بتلاقي حالك كتير شغلك ماشي وبتلاقي الكلاينتس خبط عليك وبتلاقي ما عندك وقت تحك راسك، وبيجي عليك اوقات بالصيف خصوصا بالاشهر اللي هي 6 7 8 و9، وفيك تقول 10 كمان. هدول الأشهر الناس بيصير في عندها لا تصدق إن الأقاويل اللي بتقلك إنه الناس بتسافر أو بتطلع برا الإمارات. لا حبيبي، موجودين بالإمارات بس هن بيروح عندهم حس أو بتروح عندهم الموتيفيشن، بتروح عندهم القدرة على الرجوع للجيم. إذا هن مثلا وقفوا معك بشهر 5، بدهم يرجعوا قطعوا شهر، بدهم يرجعوا بشهر 7. ما في موتيفيشن، بدك انت تضل وراهم لاحقهم. هدول بالنهاية آه صفحة بيضاء بالنسبة لك انت كمدرب. انت عم تدربهم لحتى تبني لهم جسمهم، لحتى تخليهم يخسروا دهون، تخليهم يبنوا عضل. انت عم ترسمهم، انت عم تهيئهم لحتى يصيروا فيت. لازم تضل ورا الكلاينتس تبعك. انت شغلك مو بس بيرسونال ترينر، انت شغلك انك تضل لاحق الكلاينتس تبعك. مو بسبب انك انت بس بدك مصاري، بدك تشيل فكرة المصاري شوي. بدك ما تضل مركز على الانكم على طول، ما بدك تضل مركز على انك انت على طول بدك مصاري، على طول بدي فلوس، يلا طبعا الوضع، يلا بدي ادفع، يلا عندي ايجار، يلا عندي كذا. كل الناس عندها مصايبها، مثل ما انت عندك مصايب وعندك مشاكل وعندك دفعات متأخرة. الناس اللي عم تمرنها عندها نفس المواضيع، عندها دفعات متأخرة وعم يغيروا شغل. احيانا عم ينقلوا بيت، بيكون عندهم اوضاع انت ما بتعرفها، هن ما بيحكوا لك اياها. بس انت لازم تكون مقدر وضعهم، لازم تقدر وضع الناس لحتى الناس تقدر وضعك، بدون ما تعمل شيء انت، بدون ما حتى تقول له للكلاينتس تبعك انك انت مقدر وضعه او انك انت بتعرف شو صاير معه. انت تعاطف مع الناس، تعاطف مع الكلاينتس تبعك. لا تضلك وراه بيمنت 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 بيمنت، ادفع لي وين البيمنت، يلا يلا تاخرت يلا تاخرت. لا، في مرات من دون ما تحكي انت، من دون ما حتى تفتح تمك، ببين عليك متضايق، ببين عليك بدك تمام. هو الكلاينت لحاله حيفهم عليك، حيعرف وضعك متضايق، ما حيتأخر عليك بالبيمنت. وإذا تأخر بيكون صاير معه ظرف معين. فلما يكون في تأخير، لا تورجيه وشك تبع يلا ادفع لي قبل ما اتركك. رح يتركك، رح ياخد عنك فكرة سيئة، ورح يتركك، ورح يلاقي غيرك، رح يلاقي مين ينطره، رح يلاقي مين يحكي معه، رح يلاقي مين يسأله كل يوم كيف كان يومك، كيف كان أكلك، كيف كان نومك، كيف كان تمرينك، كيف كان الكارديو تبعك، عملت كارديو ما عملت، طلعت من الجيم. بدك تضل تعمل فولو اب مع الكلاينتس، بدك تصير صحبة انت وياه، بس ضمن الحدود. لا تخلي الكلاينتس يركبك مثله مثل اي شخص عادي. هو لا يعتبر بس كلاينت بالنسبة لك، يعتبر شخص انت عم تساعده يوصل لهدفه. ما تقدر تخليه يركب عليك. بمعنى يركب عليك يعني لا تخليه ياخد وش عليك بحيث ما يصير يعمل تمرين صح، او ما يصير يتأخر على السيشن، او مثلا يجيك تعبان ويصير يقول لك لا ما فيني اليوم، خلينا نقص اوزان. انت طريقة تعاملك مع الكلاينتس بتخليك ستريك وقت التمرين. خلص التمرين اضحك مزاح، يلا على الكارديو خلص. بس ضمن التمرين خليك عاطي هذا الوش. جاي تعمل شغل، جايين نعمل جسم، جايين نتمرن، جايين نحرق كالوريز، جايين نبني عضل. مو جايين لحتى نعمل تشات ونحكي عن مشاكلنا. لا، خليك هيك تمام، وصدقني حتلاقي نتيجة. هذا الشيء مثل مو صاير معك، صاير معي، صاير مع غيرك، صاير مع كل شيء كوتشات ببلدان العالم كلها.
لانه نحن شغلتنا مو بس ترينرز وشغلتنا ندرب، نحن شغلتنا اكثر من هيك بكثير. بس بدك مين يقدر. وتحية لكل كوتش ولكل مدرب وكل مدربة وكل حدا حابب يصير كوتش وحابب يصير مدرب او مدربة وشاف هالفيديو، لانه مثل ما انت عم يصير فيك عم يصير فيني، واذا انا حاسس فيك انت حتحس فيني. السلام عليكم.